مساء النور، ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. فيديو تاع نهار اليوم فيه وصفة تحضير الحوتة محمرة في الفور مع واحد لاصوص هكذا تجي هايلة وبنينة بزاف. نشكر اولا المشتركين في قناتي على تفاعلكم مع الفيديوهات وعلى التعليقات الجميلة. كما نرحب ايضا بالاعضاء جدد والمشتركين جدد في قناتي، ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات وتتفاعلوا معها. واللي بغات اي وصفه تحط لي في تعليق، واللي عندها اي انتقاد او اي ملاحظه ثاني تحط لي في تعليق، اللي عندها وصفه حابتها ثاني تحط لي في تعليق. عادي، رانا كامل نتعلموا من بعضنا ونتعلموا من اخطائنا، وانا نتمنى انه نجرب وصفات جديده من وصفات مختلفه من بلدان واحده اخرى. ان شاء الله يوفقني ربي في هذا الشيء. هنايا كيما راكم تشوفوا جبت الحوته تاعي، نظفتها مليح، غسلتها مليح، وبديت نحضر في لاصوص. لهنا جبت الثوم، كان عندي كونجلي، ربيتو حوالي 5 سنينات ثوم كبار، ربيتهم وحطيتهم على جهه كيما راكم تشوفوا. زدت عليهم شويه تاع زيت عادي، تقدروا هنا ديروا زيت زيتون، درت كمون، فلفل كحال، فلفل احمر، ودرت شويه تاع تابل تاع السمك وعصره تاع ليمون، وخلطتهم مليح كيما راكم تشوفوا. لاصوص هذه كنت حضرتها قبل بنهار، يعني الخطوه هذه درتها قبل بنهار. هنا جبت الحوته تاعي، ذريت عليها شويه تاع الملح، يعني ملحتها، ثاني عملت فيها فتحات كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. انا الحوت نحب نتبله قبل بنهار كيما راكم تشوفوا. في المرحله هذه درت يعني ملحتها مليح، وزدت الملح في لاصوص هذيك اللي درتها قدامكم. هذه الخطوه كيما قلت لكم درتها قبل بنهار. لهنا الحوته تاعي تسمى انا نتبلها كيما هكذا، ومن بعد نخليها تريح نهار ولا نص نهار. انا هنايا كنت درتها قبل بنهار، وكيما راكم تشوفوا عمرت لها هذوك الفتحات اللي كنت درتهم فيها تاني بلاصوص غير بالبانسو كيما هكذا. باش الحوت يجيك بنين لازم ديري هذه الخطوه. وهنا ضروري تغطيها هكذا بالبابي سولوفان عفوا، باش لاصوص هذاك يدخل فيها مليح وما تطلقلكش الريحه في الثلاجه. لهنا من جهه واحده اخرى، يعني بعدها بيوم جبت الحوته تاعي، حطيتها في البلا اللي كنت قطعت فيه طماطم، شرائح طماطم وبصل وفلفل وجزر. لهنا كنت حضرت هذه لاصوص كيما راكم تشوفوا. لاصوص هذه كنت درت فيها شويه تاع الزيت، حوالي نصف كاس تاع الزيت، درت فيها البصل وثوم وقارص ومعدنوس وكركم وفلفل اسود وكمون اخضر، وشويه اذا عندك ديري ثاني ليموطارد، خردل شويه على يعني قيس مغرف تاع قهوه. هذا هو المكونات تاع هاد لاصوص، تجي هايله بزاف بنينه. يعني تزيديها هكذا وديري فيها بعد ما ديري تبلي بها السمكه نتاعك ولا الحوته تاعك، تحشي هذيك الحوته بهذيك دبشه كيما هك. عفوا نسيت انه في لاصوص هذيك لازم تزيدي نصف عصير ليمونه، وتعمري الحوته تاعك بهذه الطريقه، وتزيدي ديري لها لاصوص من برا كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه انا درتها جاتني بنينه. تبل انا دائما الحوت كيجيني نتبلو قبل بنهار ونخليه يبات، لخاطر احيانا يجيبوا لنا حوت تاع البراج ويكون ماهوش بنين كيما تاع البحر، ثم نضطر ندير له هذه الطريقه باش ما تجيش فيه البنه هذيك الصامته ويجي متبل مليح وبنين. لاصوص اللي بقات انا فرغتها هكذا في البلا، زدت شويه تاع الماء وكملتها في البلا، ودخلت الحوته تاعي طيب غير من تحت، وكملت ثاني الدبشه هذيك اللي كانت عندي، كملتها كيما هكذا، زينت بها البلا تاعي هذاك. وكيما قلت لكم دخلتها للفور، طيبتها غير من تحت، ما بغيتش نشعل عليها النار من فوق هكذا باش توجد. وكنت قلبتها يعني كي وجدت من تحت قلبتها باش توجد على الجهه الثانيه بهذه الطريقه. وتحصلت على هذا الطبق الرائع سهل التحضير، يعني ما ياخذش وقت منك. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تنال اعجابكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس عندكم، تضغطوا على زر الاعجاب. دمتم في رعاية الله وحفظه.